وضعت آمالي فيك وكل غالي، ولكن كنت فقط تنظر لمالي، ولما لم تجد زادا ومالا تركتني وحدي ولم ترأ في الحال. وعشقتك وأنت عني غريب، واليوم صرت لي أقرب قريب، فاطمئن بعد اليوم لن تكون وحدك، هناك قلب يهواك ولا يغيب. لا تخف، لماذا الخوف يا فؤادي، وأنت بقلبي معك ودادي، فاطمئن ملاكي فإني قريب، أحميك من أي غريب آتي. فاتت مرت لكن صرت، بعدين غرت رجعت ضرت، وأخيرا فرت. ما هي؟ سلطان. سلطان تعب سلطان اتهان، وبكرة يبقى في خبر كان، لا دنيا يقدر فيها يعيش، ولا آخرة ضامن أي جنان. حبيبي، لماذا تصر على سكب الملح على الجرح؟ ألا يكفيك أنك من صنعته وسرقت الفرح؟ الفراق. اختر من شئت فإنه الفراق، ولن تجد كقلبي في الآفاق، قلبا يصون العهد ويخلص، يمتلئ بالحب والاشتياق. خسرت قلبا يفيض بالحب، واخترت غيره واخترت الفراق، قلبا كان يذوب ويعشق من غير زيف من غير نفاق، قلبا كان ينتظر اللقاء وتلقى الطعنة بدل العناق. للعاشق على من يحب أمرين، ألا يجرحه ولا يهين، حتى لو ذهب كل في طريق، فلوم العاشق لمن يحب حنين. لقيتك قلبي بعد الغياب، فصرت أحلق فوق السحاب، حلمت بجنة نعيش فيها، ولكن كنت أنت السراب، سقطت منها فوق التراب، وأصبح قلبي أسير العذاب. حبيبي، لو أردت الفراق لا تبتعد، الابتعاد يزيد الاشتياق. اقترب 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 لكي تبتعد. حب راق بدأ في صمت وانتهى في صمت. آسف، انتهت القصة، لكن الحب لم ينتهي. حب صامت، عشق صامت، فراق صامت، عتاب صامت، عيون تتكلم، قلوب تتحدث، أرواح تتناجى، أفئدة تتعاتب.
لماذا حبيبي تقيم الجدار وتقتل حلمي في وضح النهار؟ حلم أن تكوني أنت الفتاة التي تملأ قلبي وعقل بهار. حلم أن تكوني أنت السعادة وليست من يلقني في النار. حلم أن تعودي يوما إلي وستجدي قلبي دائما في انتظار. انساه انساه يا قلبي ولا تعود. لماذا ذهبت إليه بالورود؟ لا أدري كيف ولماذا ذهبت. دفعني الحنين إلى الوجود. أحاول دوما البعد والنسيان، لكن شيئا دفعني للحدود. المرأة. هناك من قال هدية من السماء، ومن قال هي سبب العناء. قوم قالوا هي رمز العطاء، وهناك من قال مصاص للدماء. من قال هي الحب والوفاء، ومن قال هي الغدر والداء. قوم قالوا هي شمس السماء، وقوم قالوا ظلام وبلاء. في النهاية المرأة هي كل ذلك. المرأة هي الداء والدواء. خواطر قلبية. إحساس عجيب وصادق. عندما أراك تعاني وتتعذب أشعر وكأن الألم يمزقني معك، حتى لو لم يكن لي علاقة به، وكأننا شخص واحد. خواطر قلبية. أصرخ في نفسي وأقول لها أن تتحمل، فهناك أمل ستصل إليه في مرحلة ما من العمر. خواطر قلبية. صراع رهيب داخلي بين العقل والقلب، وأنا في المنتصف. يجذبني كل طرف ناحيته بقوة، وأنا أتمزق ولا يشعر بي أحد. خواطر قلبية. إنه قلبي بركان من الحب والمشاعر يريد أن ينفجر، لكن أين القلب الذي يستطيع احتواءه؟ خواطر قلبية. هل سأجد القلب الذي أبحث عنه، أم هو المستحيل؟ فقطار العمر يمر بأقصى سرعة،